قلت لك يا صديقي مش لازم تيجي معرض المجد عشان تختار منه موتوسيكل او سكوتر. انت ممكن تعمل كده وانت في بيتك، تختار الموتوسيكل او السكوتر اللي يناسبك واودولك لحد باب البيت. وتعالى دلوقتي اوريك تجربه فعليه. معانا 5 موتوسيكلات وسكوتر. الرئيس ممدوح هيروح يشحنهم للناس لحد باب البيت. 5 موتوسيكلات دولت طبعا مع اختلاف المحافظات، الرئيس ممدوح بيوصل الموتوسيكل او السكوتر لحد باب البيت. وفي 3 موتوسيكلات للاسف مكان بعيد جدا، فعشان خاطر نوفر على الزبون هنوديه له عن طريق شركه شحن. هنسال بقى دلوقتي الرئيس ممدوح عن استلام الموتوسيكل من المعرض لتسليمه لحد باب البيت للعميل. قول لنا بقى يا رئيس ممدوح بتعمل ايه من اول ما بتستلم الموتوسيكل من هنا لحد ما بتوصل للعميل؟ انا بستلم الموتوسيكل من هنا مسمار تمام. بسلب التسليبه. بص التسليبه يعني اهو، بص كله ورا وقدام، الاشارات ما فيش اي حاجه، اي حاجه تتكدش بتاع كده. تمام. بص على التسليب يعني بص المكنه متينه. تمام. اسلمها هناك وكده، واسلمها هناك في مكتب الشحن او في العميل نفسه. تمام. بتسلمها له سواء دايره اشارات كل حاجه نور جاهزه على الشغل. تمام. وزي ما قلت لك يا صديقي مش لازم تيجي المعرض المجد، المعرض ممكن يجي لك لحد باب البيت ويسلمك الموتوسيكل بتاعك كانه واخده من المعرض بالظبط. خليك فاكر دايما انا جاي في ايدك مش جاي اضحك عليك، واهم حاجه ايه؟ صلي على النبي.